نبدأ بالإنسان ونعرف بقى. نعم. نبدأ بالإنسان. ما الإنسان كلامه كتير. ها، المكان ولا الإنسان؟ أنا عن نفسي نقول المكان وبعدين نحكي على الإنسان. ماشي. زي ما حكينا بره وقلنا اللي ليه خزانة شمايل و قيصرية الأمير سنقر الأشقر. والراجل الطيب ده كان ليه قصة حلوة أوي مع الزهر بيبرس. ده كان دفعة بيبرس وقلاوون وبيساري من المماليك البحرية. كانوا في مرة بحرب مع أرمينيا الصغرى، وكان ملكها اسمه هيتوم. فاكرين موقعة عين جالوت مع المغول؟ الكلام ده 1257 58 1261 ميلادي. انتصر بيبرس وانتصر قطز، والمصريين انتصروا تمام التمام. في الفترة دي صنع الأشقر وقع أسير عند المغول. مات قطز وتولى بيبرس وعدى 15 سنة. 15 سنة. بيبرس كان في معركة مع أرمينيا الصغرى، والملك هيتوم الأول هو اللي ملك بتاع أرمينية. وقع ابن هيتوم ده أسير عند بيبرس. هيتوم الأول ده وريثي الوحيد وما حلتيش غيره، ابعتهولي ونقول الصالح. قال له هتسلمني 4 مدن وهتعمل كذا وهتدفع كذا وبتاع، وليه شرط صغير بس هو قبل ال4 مدن وقبل ده كذا. ليه يا صديقي أسير عند المغول تجيبهولي، لأن أنت علاقتك حلوة بيهم. بيبرس من إحدى مزاياه إن كان صاحبه قوي، ووقف المعاهدة والبيع على الشرط ده. هيتوم قلب الدنيا لغاية ما جاب مين؟ سنغر الأشقر، اللي هو صديق مين؟ بيبرس وقلاوون. راجل كان ليه صولات مع المماليك البحرية، يعني كان شخصية مش قليلة.